مطأطئ الرأس يمشي من ثقل المعاناة لا يستطيع البوح، لأن البوح بعنف شركة العمر يعد من الطابوهات المسكوت عنها في مجتمعاتنا وطعنة أخرى لكرامة الرجل. تمارس عليها الشيء وكيحرشوها الأم ديالها وباها، كنعاني منها بزاف. القضاء كيحمي غير المرأة، هما اللي كيشوفوا، هما الراجل ما عنده لا هذه ولا هذه والو. العنف الجسدي ضد المرأة واقع لا غبار عليه في مجتمعاتنا، لكن الهدف من هذا النشاط هو تكسير جدار الصمت حول حالات العنف الجسدي واللفظي والمعنوي ضد الرجل، وإن كانت حالات العنف الجسدي محدودة. المدونة ديال الأسرة راه خصها تحمي المرأة، خصها تحمي الرجل كيف تتحمي المرأة، وخصها تحمي العنصرين الأساسيين ديال الأسرة، لأن الأسرة هي النواة ديال المجتمع، والمجتمع يعني إلا ما كانش فيه واحد النوع من التماسك غادي يتعرض لسرطانات تؤدي إلى تراجع في جميع الأوراق الإصلاحية اللي انخرطنا فيها. الأطفال حيث يتأثرون أثناء هذا العنف في نفوسهم فيصابون بالرعب، وكذلك أمام هذه المشاهد الهولية، وينعكس هذا طبعا على مسارهم الدراسي، فيتهددون بالهدر المدرسي والانقطاع عن التعليم الدراسي. إحصائيات الشبكة المغربية للدفاع عن الرجل تحدثت عن 10,000 حالة عنف ضد الرجال، منها 4,000 حالة للعنف الجسدي، في انتظار تكسير جدار الصمت ودون التهوين مما تعاني منه المرأة أيضا في صمت.